السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده أقول لك إزاي تعمل جدول في الإكسل بأسهل طريقة. على فكرة الإكسل ده ممكن أسهل حاجة ممكن تقابلها في حياتك. الموضوع مش صعب خالص، فإحنا هنعمل أسهل حاجة في الدنيا النهاردة اللي هي إزاي تعمل جدول. فببساطة هو هيبقى ظاهر عندك بالشكل ده كده. تمام. أول حاجة هنعملها هنيجي عند الزاوية دي وهنضغط ضغطة واحدة. تمام. عشان بس نكبر الخلايا معانا اللي جوه دي شوية عشان نعرف نتعامل فيها. تمام. خليها كبيرة شوية كده عشان الدنيا توسع معانا. تمام. احنا كده وسعنا الخلايا. تمام. فهنيجي أول حاجة نعملها نحدد الجدول بتاعنا. انت عاوز الجدول بتاعك كام صف؟ مثلا صف واحد ولا صفين، عمود واحد قصدي، ولا عمودين ولا 3 ولا 4، زي ما انت عايزه كام صف. فانت بتختار بقى على حسب البيانات اللي انت عايز تدخلها. تمام. فاحنا على سبيل المثال هنخلوه 4 صفوف ومثلا وسبع أعمدة، 7 صفوف وأربع أعمدة زي ما حضرتك شايف كده. تمام. طيب عايزين مثلا دلوقتي بعد ما حددنا الجدول بتاعنا عاوزين هنيجي هنا عند الصفحة الرئيسية بتاعتنا من هنا. تمام. وهنيجي نديله حبة تنسيقات كده عشان يظهر معانا. هنيجي مثلا عند الحدود بتاعة الجدول دي ذات نفسها. تمام. هنضغط عليها ضغطة كده هيظهر لنا كده. لو انت بقى مش عايز، يعني انت لو اتكيت على السهم اللي فيه الحدود دي هيظهر لك حدود كتيرة. يعني عاوز دي كافة الحدود هيعملها لك زي ما عمل عندي كده. عاوز تعمل حدود بس للأعمدة، مش عاوز تعمل حدود للصفوف. براحتك بقى، انت اكتشف بقى وشوف الدنيا هنا انت عايز منها ايه. براحتك شوف انت ايه اللي في دماغك واعمله. تمام. فانا هخليها زي ما هي كده. يبقى احنا كده عملنا الحدود بتاعت الجدول بتاعتنا. تمام. هنيجي مثلا عند اول صف بتاعنا هنا عاوزين مثلا نديله لون. مثلا احنا مثلا هنكتب مثلا هنا خلينا الاول نكتب الاول مثلا هنا الاسماء مثلا ايا كانت بقى البيانات اللي انت هتدخلها. تمام. الاسماء طبعا هنا الاسم ظاهر. هنا الاسم ظاهر في الزاوية كده في الزوم. احنا عاوزين مثلا يظهر في النص، في الشمال، فوق، تحت. فبنيجي عند التنسيقات بتاعة الخط من هنا. احنا مثلا عاوزينه يظهر هنا بيقول لك محاذاة إلى الأعلى، يعني أول ما نتكى محاذاة للمنتصف. تمام. الأسماء ظهرت هنا معاك في المنتصف. محاذاة إلى الأعلى دي الاسم هيظهر معاك في الأعلى. طب احنا خلينا نظهر الأول في المنتصف، وبعدين اللي تحتها دي بيقول لك لو انت مثلا عاوز الاسم يظهر، الكلام هنا يظهر على الشمال أو على اليمين أو في النص. فاحنا هنختار اللي في النص. لو على الشمال هنختار هنا، لو على اليمين هنختار هنا، لو على الشمال هنختار هنا، وهكذا. انت بقى اختار التنسيقات اللي انت عايزها. هنا كمان لو انت عاوز الاسماء دي تبقى مايله، مثلا في الجدول ده انت عاوز الاسماء تبقى مايله كده بالشكل ده. اختار بقى انت التنسيقات اللي انت عايزها واعملها. طيب احنا دلوقتي عاوزين كل ما نكتب اي بيانات تظهر معانا بالشكل ده، يظهر معانا في المنتصف من وسط، يعني الكلام يظهر في النص كده في كله. فاحنا بكل بساطة هنيجي عند الفرشة اللي زي هنا دي نضغط نسخ التنسيق. تمام. وهنضغط عليها كده ونحدد الجدول بتاعنا كله كده. تمام. بس كده انت نسخت التنسيق كده. انت لما تيجي تكتب هنا هيظهر معاك في النص، يعني مثلا الاسماء، مثلا لو كتبنا مثلا الوظيفة، مثلا الوظيفة من هنا هيظهر معاك الوظيفة. طب احنا هنا عاوزين ندي مثلا اللون، نخلوا البتاع كده، نكبروا حجم الخط شوية، يعني مثلا نخلوه 14 وهنا هنخلوه 14. تمام. وهنا هنخلوه زي ما حضرتك شايف كده. برضو هنتك نسخ التنسيق عشان نعمله معانا في كل الأسماء كده. تمام. بس كده مثلا انت مثلا عاوز تيجي في الأول هنا أول صف هنا عاوز تديله مثلا لون، فبتحدد مثلا عدد الصف بتاعك مثلا وعاوز تديله لون. فبتيجي من هنا من عند لون التعبئة من هنا. تمام. تضغط هنا ضغطة وتختار اللون اللي انت عاوزه. مثلا هنخلوه اللون الأصفر. تمام. بالظبط كده. وعندك الأعمدة من هنا. مثلا انت عاوز تكتب مثلا أول اسم مثلا هو محمد، مثلا محمد. تمام. واللي تحته مثلا أحمد. وعاوز تدي الصف ده لون مختلف. تمام. لو انت مثلا عاوز تسيب المربع ده فاضي تمام خالص، انت بتمسحه بتمسح خالص الاسماء من هنا، او بتعمل خط كده بتحط هنا الاسماء وهنا، يعني بيبقى زي راس الجدول كده. تمام.
لو انت عاوز تدي اللون ده من اول الصف بتاع العمود بتاع الاسماء ده لون تاني، بتحدد العمود بتاعك وبتديله لون عادي زي ما عملنا في الصف بالظبط. هنخلوه مثلا بلاش الاصفر، نلاقي لون تاني نخلوه مثلا اللون ده. تمام. لو انت عاوز تعمل جوه الجدول من هنا لون مختلف برضو، بتحدد المربعات بتاعتك وبتديها لون مختلف، مثلا وليكن مثلا اللون ده مثلا، اي حاجة يعني اللي انت عايزه بقى. مثلا هنا عاوز تكتب مثلا العمر، مثلا الحالة الاجتماعية، على حسب البيانات اللي انت هتدخلها بقى، انت فاهم يعني، انت على حسب البيانات اللي انت عايزها. الحالة الاجتماعية، ماشي، تمام. وبتبدأ بقى تدخل بياناتك بقى والحاجات بتاعتك. هنا اخر نقطة، لو انت مثلا انت دلوقتي التنسيقات بتاعة الاسماء والوظيفة والعمر مختلفة، هنا الاسم نفس التنسيقات. لو انت عاوز تكتب تنسيقات هنا مختلفة، مثلا هنقوله مثلا الوظيفة مثلا دكتور بالشكل ده. لو انت عاوز تدي هنا التنسيق اللي هنا مختلف، فبتحدد التنسيق ده، تمام. مثلا عاوز الحجم يبقى اكبر اصغر، مثلا هنقوله مثلا نصغره شويه عشان يبقى في فرق، تمام. عاوز تديله لون مختلف، تدي لون الخط ذات نفسه مختلف، بتيجي من هنا لون الخط وبتديله مثلا لون مختلف، وليكن مثلا اي حاجه. مثلا دلوقتي مثلا هنخلوها مثلا الابيض مثلا، وهو مش حلو مثلا، وهنقوم جايين هنا على نسخ التنسيق، تمام. ومحددين المربعات اللي احنا عايزينها تبقى بنسخ التنسيق دي، تمام. كده احنا لما نيجي نكتب مثلا العمر من هنا 33، هيظهر في النص بالابيض مثلا متزوج، تمام. بس كده، وانت بقى كمل معاه الجدول بتاعك زي ما انت عايز. على فكرة كلها حاجات بسيطة وسهلة، بس انت في البداية بس ما بتبقاش عارف الطريقة. لو وصلت لحد هنا واستفدت بأي حاجة، يا ريت تدعمنا باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.